سامعين يا شباب الصوت كده تمام؟ تأكيد بس عشان إن شاء الله نبدأ. شغال تمام. تمام. إن شاء الله يا شباب النهاردة هنبدأ بإذن الله المنتورشيب بتاعتنا عن المجال بتاع الميرن ستاك. بس قبل ما نفهم الميرن ستاك عايزين نفهم إيه هو الويب وإزاي بدأ، وإن شاء الله هنعرف إيه الحاجات أو التطورات اللي حصلت فيه على مدار السنين اللي فاتت، وليه أصلا نختار المجال الميرن ستاك وممكن ياخد مدة قد إيه. بس قبلهم برضو عايز نفهم يعني إيه منتورشيب. منتورشيب يا شباب أنا مش بقدم لكم كورس بنفسي، يعني مش أنا اللي بشرح بنفسي، أنا بوجهكوا تذاكروا إيه ومنين وإيه هي المصادر والمفروض تذاكروا إيه عن حاجات تانية، وإزاي تعملوا سبرنت مثلا في لغة معينة، أو لو انتوا مثلا في مستوى معين المفروض تبقى أفضل إزاي، وهكذا. في حاجات بتتشرح في المستقبل إن شاء الله هيبقى في حاجات هتتشرح وهنجيلها، بالذات هركز على الجافا سكريبت. هيبقى في حاجات أنا بشرحها بنفسي، تاسكات، هيبقى عندنا أكتر من 22 تاسك إن شاء الله على مدار الكورس الكامل اللي أنا هقول لكم تذاكروا منه. تمام، ففي حاجات هشرحها بنفسي، ولكن كفكرة المنتورشيب هي أصلا ما فيهاش فكرة إن أنا أشرح بنفسي وأنا بس بوجهكم. تمام. هيوفر عليك وقت، هيوفر عليك وقت كتير. هيجيب لك ايه الخلاصة بتاع مثلا حد بقاله سنين كتيرة في المجال، هيوفر عليك كتير. هيوجهك على اللي المفروض تذاكره بدل ما يبقى تراي اند ايرور، او اللي انت مثلا تجرب الحاجة فتخطئ فيها فيبقى عندك خبرة. لا، هي الخبرة بتجيلك من حد يكون اشتغل قبل كده، مر بالتجارب دي، عارف ايه اللي ممكن يحصل في الموقف الفلاني فبيكلمك عنه، ايه اللي الشركات مثلا محتاجاه، ايه اللي المجال بتاع مصر دلوقتي او في مصر دلوقتي ايه المجالات اللي الناس محتاجينها. طب لو المجال ده ايه التكنولوجيا اللي بيركزوا عليها، طب بيركزوا عليها في ايه وفي ايه وفي ايه، وهكذا. تمام، عشان بختصر عليك المدة وبعرفك ازاي تذاكر. تمام يا شباب. فتعالى كده نبدأ في الجزئية التانية اللي أنا قلت لك فيها. عرفنا يعني ايه منتورشيب؟ الحمد لله. نعرف بعد كده الويب نفسه ايه هو. اغلبنا يا شباب يا اما في كليات تبع هندسة او حاسبات او الى اخره، بس في يعني نظرة مبدئية ايه هو الويب. بس انا هبتدي اعرف تعريف بسيط ايه هو الويب. احنا شباب زمان عشان نبني صفحة ويب او موقع الكتروني كنا بنستخدم، ما كناش يعني مفرقين ما بين فرونت اند والباك اند، وهنعرفهم يعني ايه الفرق ما بينهم دلوقتي. بس زمان كان في حاجة اسمها ويب ديزاينر. يعني ايه ويب ديزاينر؟ كان بيبقى فيه تصميم معين لموقع، تمام، وهو بيبتدي ينشئه. فبيبتدي مثلا بال HTML بال CSS بالجافا سكريبت. ده كان هو كل اللي بيعمله، دي كانت وظيفته. الباك اند هو اللي كان على عاتقه اكبر جزء من الشغل في الموقع. هو اللي كان بيعمل اللوجيك، هو اللي كان بيظبط الداتابيز، هو اللي كان بيعمل كل حاجه ليها دعوه باللوجيك، فهو كان اللود عليه اكتر. فعشان كده جت فتره كبيره حته ان الباك اند هو بياخد اكتر بكتير من الفرونت اند او الويب ديزاينر كمرتبات. ليه؟ لان فعلا هو كان شغله كله قائم على اللوجيك. فهو ده اللي الشركات كانت عايزاه، مش عايزه اطلع لك شكل موقع كويس ولكن الاداء بتاعه مش حلو. لأ، أنا كنت عايز حد يطلع يكون فاهم فعلًا إزاي يبني موقع لو الترافيك عليه عالي ما يقعش، لو الداتا بتاعتي كبيرة إزاي أنظمها بشكل كويس، إزاي الداتا بتاعتي ما يحصلش فيها loading، الدنيا تبقى سلسة. فده اللي كان التركيز ساعتها عليه. الويب ديزاينر أو اللي كان ساعتها بمصطلح الأيام دي كان فرونت إند، كان بيشتغل بالحاجات البيور، ما كانش في حاجة اسمها library، ما كانش في حاجة اسمها فريم ورك، أو لو كانت موجودة ما كانش عليها العين قوي، ما كانش عليها التركيز، ما كانش عليها الناس كلها مثلا اللي في العالم ما كانتش بتبرمج بيها. فده اللي كان بيحصل زمان. طب تعالوا كده نقول ايه اللغات البيور اللي الناس كانت بتشتغل بيها كويب ديزاينر كفرونت اند يعني. كانوا بيشتغلوا بال HTML، CSS، بالجافا سكريبت. لمحة بسيطة كده عن التلاتة. ال HTML يا شباب هي الهيكل المبدئي بتاع الصفحة. يعني تعالى كده نروح على صفحة بتاع جوجل، نفتحها سوا مع بعض ونتكلم أي حاجة يا شباب. الصفحة دي هي element. الelement ده لو مثلا شايفين اللوجو بتاع جوجل، ده تاج معين في ال HTML اسمه image، بقدر من خلاله احط صورة. مثلا الجزء ده اسمه input، اللي هو اقدر من خلاله احط تكست معين. مثلا في فوتر من تحت في تكست بيكتب. فأي حاجة بتظهر في الهيكل بتاع الصفحة ده بيتم بناءها من خلال ال HTML. طب ال CSS ايه بقى نظامها؟ ال CSS يا شباب هي الستايلنج. يعني ايه الستايلنج؟ يعني هي اللي بتخلي مثلا التكست ده او الانبوت ده يكون بالحجم الفلاني، يتعمل له دروب شادو، يتعمل الوان للشكل ده، تنظم اصلا الملفات مع بعض، تدي للبوتون ده مثلا شكل فلاني، لما باجي عليه يحصل كذا.
يتحول مثلا يبقى فيه بوردر، اللون ده مخليته بالشكل ده. الفوتر مثلا اديته لون مختلف عن باقي الصفحة. اللوجو جبته من مكان حطيته هنا، كل ده سنترته في نفس الصفحة. عملت هيدر، ضفت فيه صور، عملت فيه افكتات. فده CSS. يعني كده لو هنشبه ال HTML وال CSS كمثال، فهنقول اللي هو كبيت، انت بتبني بيت بتاعك بالطوب، اللي هو الطوب الابيض او الطوب الاحمر. طالما هو لسه بالطوب، هو انت لسه ما عملتلوش ديكوريشن، لسه ما عملتلوش نقاشة، لسه ما ظبطوش، ما عملتش فيه الشكل النهائي. لما تعمله ديكوريشن، لما تظبطه، لما تعمله التشطيبات بتاعته، فانت كده بتعمل السي اس اس. فدي نفس الفكرة ببساطة ال HTML وال CSS. طب الجافا سكريبت ايه بقى وظيفتها في الحوار ده؟ أنا دلوقتي لحد دلوقتي أنا لسه باتكلم عن قبل كده، قبل ما تظهر فكرة اللايبريز والفريم وركس، واللي هنفهم ايه الفرق ما بينهم قدام دلوقتي. بس ده اللي كان موجود. طب في الجافا سكريبت كانت بتعمل ايه؟ الجافا سكريبت ساعتها يا شباب كانت من اللغات المعروفة جدا، بس كان اقتصار عملها على الفرونت اند، برضو على الواجهة الأمامية. يعني مثلا أحرك عنصر من حتة فلانية لحتة فلانية، أعمل شوية مثلا افكتات بشكل معين، أوزع داتا بس هتبقى مقتصرة على الستاتيك داتا أو الدمي داتا اللي موجودة عندي في الصفحة. ما كانش بتشتغل في لوجيك بشكل كبير، كانت الدنيا فيها أبسط من كده بكتير. وما كانتش بناخد فيها اللي هو الشغل اللي انت متخيله، اللي هنعرضه كمان شوية ان شاء الله لما ندخل في الفريم وركس، ولما ندخل في الجافا سكريبت بعد التحديثات اصلا بتاعتها. تمام. فبعد كده كان في حاجة يمكن اغلبكم كانوا عارفينها، حاجة اسمها جي كويري. ايه جي كويري ده يا شباب؟ جي كويري كانت مكتبة، تمام، مبنية على الجافا سكريبت برضو، بس كانت بتخليك تعمل شوية افكتات حلوة، تعمل انيميشن، تعمل مش عارف ايه. كانت بتضيف لك شوية حاجات كويسة. حتى في ناس فترة أنت بتتكلم مثلا الكلام ده 2014 2015، قالوا خلاص الجافا سكريبت انتهت، احنا كل شغلنا على الجي كويري اللي مبنية على الجافا سكريبت، بس محدش هيستخدم الجافا سكريبت نفسها، وكام سنة وخلاص وهتنتهي. هل الكلام ده حصل دلوقتي؟ لا، ما حصلش. الجي كويري ما بقتش موجودة، محدش بقى يستخدمها، خلاص انتهت. أو إلى حد ما شغالة في الليجاسي كود، اللي هي الموقع بتاعت زمان، لو فيها تحديثات أو فيها حاجات جديدة، او فيها مثلا حد عايز يعمل فيها ابديت، شغاله بالجي كويري، ابتدى الناس تتعلمها بس عشان تعدل عليها، تعمل من تعمل تعديلات عليها بس. فده كان ساعتها اللي كان الوضع. طب الباك اند يا شباب، الباك اند ساعتها كان مقتصر، او مش مقتصر، بس كان الاشهر ساعتها البي اتش بي كلغه باك اند يعني. وكان اكتر لغه، او مش لغه، اكتر حاجه في الداتابيز المتعارف عليها ساعتها كان ماي اس كيو ال. فساعتها انت لو كنت عايز تبقى فول ستاك ديفلوبر، اللي هو تتعلم فرونت اند وتتعلم باك اند، كنت بتخلص HTML CSS جافا سكريبت، وتاخد بي اتش بي وماي اس كيو ال. دي كانت الفكره بتاعتك. البروجكت كله كان في ستراكشر واحده بس. يعني في ستراكشر واحده بس، يعني فولدر واحد بس. الفرونت اند والباك اند كان في نفس الصفحه. حتى الداتا بتاعتك لما كانت بتيجي مثلا اي بي ايز او كده، بتاع الباك اند كان ياخد من الفرونت اند اللي هو كان ساعتها ويب ديزاينر، ياخد معاه الداتا ويبتدي يوزعها ويعمل لها لوبنج من الاي بي ايز. لو في مثلا تكست كتيره، او في مثلا داتا يعني مثلا منتجات او كده، كان بياخد الشكل ده وكان بيحطها عنده في اللي هو كان بيحطها عنده في الموقع. فده كانت فكره ساعتها البي اتش بي. بعد كده ابتدى ظهور الحاجة اسمها النود جي اس يا شباب، ويعتبر ده بداية فكرة الميرن ستاك. ابتدت من ساعتها، يعني بعديها بكام سنة يعتبر طلع حاجة اسمها النود جي اس. طب هو النود جي اس ده لايبرري؟ هو النود جي اس ده نكس الفريم ورك؟ طب هو لا هو لايبرري ولا هو فريم ورك، امال هو ايه؟ هو ران تايم انفايرمنت. يعني ايه ران تايم انفايرمنت؟ يعني بيئة تشغيل. يعني الجافا سكريبت اللي احنا كنا بنشغلها كان لازم نربطها بالملفات ال HTML، ونربطها باللي هو بالتاج اللي اسمه سكريبت. انا عارف ان في كتير منكم فاهم انا بقول ايه، وملنك كده الدماغ معايا، لانه ممكن يكون درس HTML، خد حاجات بسيطة في الجافا سكريبت، ففاهم انا بقول ايه. بس ملفات ال HTML ده يا شباب عشان نربطها بالجافا سكريبت لازم كان بيبقى فيه تاج نربط بيه الملف بتاع الجافا سكريبت، وكنا بنشتغل بيها. يا بس لو اشوف لو في ناس هتضاف تاني. لا، تمام. فده كان ساعتها كان لازم تشغل كود الجافا سكريبت من خلال المتصفح، من خلال البراوزر. يعني شايفين جوه الكروم كنت انا بشغل من خلاله. ده كان ساعتها الفكرة بتاعت
الجافا سكريبت يا شباب، كان بس متعارف عليها انها تشتغل من خلال البراوزر. تمام. طب ايه اللي حصل من بعد النود جي اس؟ بقى قدرت اخلي الكود بتاعي كجافا سكريبت يشتغل من خلال التيرمينال. قدرت بعد كده اتحكم في الباك اند، او ابني سيرفر، او ابتدي اعمل بنية للباك اند من خلال النود جي اس. بقدر اتحكم في السيرفرات، اتحكم في الملفات اللي موجودة، اعرف اضيف ملفات، ارايت، اريد، اعمل كل الحاجات بتاعت الباك اند اللي كنت بستعملها في البي اتش بي مع النود جي اس. فالنود جي اس هو ران تايم انفايرمنت، بيئة تشغيل من خلالها بقدر اشغل عليها الاكواد بتاعة الجافا سكريبت ايا كانت ايه اللايبراري اللي مبنية عليها. يعني اقدر اشغل عليها كود الرياكت، اقدر اشغل عليها النكست، اقدر اشغل عليها الاكسبريس، اقدر اشغل عليها اي كود مبني بالجافا سكريبت. فهي ران تايم انفايرمنت، لا هي لايبراري ولا هي فريم ورك، وهنعرف الفرق بين اللايبراري والفريم ورك كمان شويه ان شاء الله. فدي كانت مقدمه بسيطه ايه هو الفرونت اند زمان. طب تعالى كده من بعد 2008 و2010 لما ظهر النود جي اس، ابتدى يطلع لايبراريز، وهنا بقى احط نقطه. ابتدى يطلع لايبراري او لايبراريز كتيره مبنيه على الجافا سكريبت لبناء اليو اي. ثانيه واحده، ايه اليو اي دي؟ احنا كنا بنتكلم في فرونت وباك. اليو اي يا شباب اللي هي الواجهه الاماميه. يعني الواجهه الاماميه التنفيذ بتاعها ككود هو الفرونت اند، لكن كديزاين هي اسمها يو اي. تمام. هي يوزر انترفيس، واجهه مستخدم، فتنفيذها ككود هو الفرونت اند. تمام كده يا شباب. بعد ما ابتدت تطلع اللايبريز كان من بداية مثلا 2011 2012، ابتدت تتبنى شركة فيسبوك لايبراري اسمها الرياكت. تمام. وهي بالمناسبة اللي مبني بيها مبني بيها الفيسبوك لحد دلوقتي، هي مكتبة الرياكت يا شباب. ابتدت تتبنى الرياكت وابتدت تشتغل بيها. ابتدى الشهرة بتاعة المكتبات او اللايبريز المبنية على جافا سكريبت بدأت تنتشر. ابتدى يطلع حاجات برضو كتير زي الانجلر، زي الفيو، الى اخره. وفي مكتبات كتيرة دلوقتي لا تعد ولا تحصى بالنسبة للجافا سكريبت، بس اشهرهم الرياكت، الفيو، الانجولار، مع ان الانجولار يعتبر هو فريم ورك، بس يعني داخل على فكرة اللي هو انا مبني على جافا سكريبت، انا حاجة بتشتغل بالجافا سكريبت. فاهمين؟ طب ايه اللي يفرق الجافا سكريبت البيور عن الرياكت؟ الجافا سكريبت دي لغة يا شباب، لكن الرياكت هو مكتبة مبنية على اللغة. بتفيدني في ايه؟ بتفيدني ان الموقع بتاعي الستراكشر بتاعته بقت مختلفة. اقدر اخلي فيها تيم بيست، يعني التيم بتاعي بيقدر يشتغل على البروجكت بتاعي مهما كان السكيل بتاعه بشكل منظم. ليه؟ لان انا الموقع بتاعي بدل ما كان كله في فايل واحد، يعني مثلا صفحة جوجل دي مثلا حاجة بسيطة، هي صفحة واحدة. تمام. بس كنت اقدر لو هي موقع اكبر من كده اقدر اقسمها ككومبوننت، يعني مكونات صغيره. يعني شايفين الحته اللي من فوق دي اسمها ناف بار، اقدر اخد الجزئيه دي بص بلاش جوجل ممكن مش واضحه قوي. مثلا نروح على لينكد ان واشرح لكم مثلا عليه. لينكد ان هنا بس عايز تسجيل، ثانيه واحده اسجل واكون معاكم. تمام. تمام يا شباب، اللينكد ان بيفتح معانا دلوقتي وهشرح لكم عليه يعني ايه اصلا كومبوننت. ثانيه واحده بيحمل. ثانيه واحده يا شباب وهكون معاكم. بصوا يا شباب انا معاكم. بصوا يا شباب، شايفين الموقع بتاع لينكد ان متقسم من ايه؟ في ناف بار عندنا يا شباب من فوق. تمام. وبعد كده في الجزء اللي هو الخاص بتاع الستارت بتاع البوست بتاعتك، لو انت عايز تكتب بوست جديد او تعمل بوست جديد. في الجزء بتاع سايد او سايد بار من على الجنب، فيه الاسم بتاعك، في الشكل بتاعك، في كل حاجة. في جزء تاني مثلا بتاع الالعاب او بتاع الجيمز، في جزء تاني بتاع صفحات لو انت عايز تعمل لها فولو او كده.
فهو متقسم لأجزاء، الأجزاء دي يا شباب اسمها components، مكونات هقدر من خلالها أبني اليو اي بتاعتي كاملة وأحولها لكود. فدي كانت فكرة أصلا، أو اللي كان قائم عليها الرياكت، اللي أنا بدل ما الموقع بتاعي يكون في صفحة واحدة بس، لا أنا أقدر أقسمه الكومبوننت وأبسطها، وأقدر بعد كده أدمج كل الكومبوننتس دي في صفحة واحدة. طب هل ده بيفيد؟ بيفيد جدا. إزاي بيفيد؟ إن يا شباب فكرة إن أنا أبني الموقع بتاعي في صفحة واحدة، لو في حاجة باظت فيه الموقع بتاعي كله باظ، أو مثلا تم اختراقه، أو مثلا في الصفحة دي الدنيا كلها باظت. فكرة الرياكت والله لو حاجة باظت فهو الكومبوننت ده بس هعرف أعالجها، الموقع كله بتاعي مش هيقع. تمام. هل ده بس؟ لا، حاجة تاني بقى، بيشتغل على حاجة اسمها الفيرتشوال دوم. يعني مش الدوكيومنت كلها مش بتتحمل عندك، لا يعني الصفحة كلها دلوقتي مش كل الكومبوننتس مثلا لو عايزها كلها بتظهر، لا هو بتتحمل على أساس التفاعل بتاع اليوزر، أو التفاعل بتاع المستخدم مع الموقع. فبقى البرفورمانس او الاداء بتاع الصفحات بقى اعلى. يعني بيبتدي ينفذ او يرندر او يبتدي يظهر الجزء على حسب طلب اليوزر، مش كل حاجه تتحمل مره واحده. فقلل الريكوستس الموجوده للباك اند، الدنيا عندنا ابتدت تبقى ابسط. فده كان من المميزات بتاعت رياكت. هل دي مميزاته بس؟ لا، في مميزات كتيره جدا. تعال نمشي شويه تاني ل 2015. ابتدى يظهر عندنا يا شباب حاجه اسمها اي اس 6 والسكيما سكريبت 6. ده من الاصدارات الخاصه بالجافا سكريبت اللي عملت نقله نوعيه كبيره جدا في الجافا سكريبت، حولتها من لغه الناس كانت بتستصعبها، هي لغه صعبه ولغه عقيمه، او لازم مثلا اشتغل بالجيكويري ومش عارف ايه عشان ابتدي فعلا انفذ اللي انا عايزه، للي دلوقتي بقى من افضل واسهل السنتاكس اللي تقدر تكتب بيها كود برمجي هي الجافا سكريبت. وضافت فيها حاجات كتيرة. ضافت فيها ال OOP Object Oriented Programming، ضافت ده للجافا سكريبت. ايه ده؟ هو ما كانش متضاف قبل كده؟ يعني الكلاسز والجو ده ما كانش موجود، اتضاف مع السكيما سكريبت 6 من 2015 2016 وانت طالع. ضاف لك شويه حاجات كتيره بقى، مش عارف ارو فانكشن وسبريد اوبريشن وشويه حاجات كده. تقدروا تكتبوها ان شاء الله لما ندخل في الجافا سكريبت، هنبتدي نقرا عنها كتير ونشوف عنها تطبيقات ان شاء الله، ونعرف ايه فايدتها وكانت بتستخدم ايه زمان ودلوقتي سهلت معانا ايه ان شاء الله. فده من الحاجات المميزة جدا في الجافا سكريبت ان هي اتضافت. طب حاجة تانية، 2016 ايه اللي حصل 2016؟ ابتدى يطلع فكرة الفانكشنال كومبوننت، او الكومبوننت المبنية على الفانكشن بتاعتنا. طب دي ضافت ايه؟ او مش هي الفوكس، هي كان الفوكس اكتر على حاجة اسمها هوكس. ايه الهوكس دي؟ حاجة كده يا شباب اتضافت للرياكت، خلت التعامل مع الستيت، مع الحالة، مع الداتا يا شباب بتاعتنا، عشان لو في مصطلحات انت مش فاهمها عادي، مع لما هنمشي شوية مع بعض ان شاء الله الدنيا هتبقى بسيطة. لان لما في اخر المحاضرة هقول لكم التاسك بتاعكم واحد اتنين تلاتة، هتلاقوا ان انا بتكلم في HTML و CSS، فما تخافوش من كمية المصطلحات اللي انا بقولها. تمام، لان الملف ده هيتباع تقدروا تقروه بعد كده براحتكم. بس انا بسهل عليك الدنيا، هتبقى فاهمها يعني ماشية ازاي. 2016 كانت نقلة نوعية في الرياكت. ابتدى يتضاف حتة الهوكس دي، التحكم في الستيت بتاعك بقى اسهل بكتير، كتابة السنتكس بتاع الكود بتاع الرياكت بقى اسهل، بقى افضل، بقى افضل بكتير، سواء للتيم بتاعك او سواء حتى لما برفعه مثلا على السيرفر وكده، فكرة الريندرنج بتاعه بقى اسهل من ان انا استخدم كلاس كومبوننت. طب نيجي بعديها بشوية من بداية 2016 2017، السهم بتاع الرياكت او الكيرف بتاع الرياكت في عدد المستخدمين بتاعه ابتدى يعلى جدا، وابتدى بقى هو اشهر لايبراري على الجافا سكريبت لبناء اليو اي او اليوزر انترفيس اللي انا بطلع منها فرونت اند. ابتدى يطلع الحوار كده لحد بعدها بكام سنة، ابتدى يظهر فكرة فريم ورك للرياكت. تعالى كده بقى هنا نقطة ونوقف، قبل ما هكمل في الجزئية بتاعة ما بعد فكرة الرياكت وإيه هو الفرق ما بين الفريم ورك واللايبرري. في أي حد يا شباب عنده أي سؤال؟ الوقت هوقف دقيقتين، لو في أي حد عنده سؤال يتفضل ارفع إيدك واتكلم. تمام، دوس على العلامة دي يا شباب. تمام، لو في أي حد عايز يسأل أي سؤال أنا معاكم. تمام إن شاء الله. تمام، تعالى نكمل. تعالى نفهم إيه الفرق بين الفريم ورك واللايبرري يا شباب. بص، انتوا دلوقتي في مصنع، تمام، مصنع كبير متقسم، وفي
الاماكن بتاعته، في اماكن الماشينز اللي موجوده اللي انت هتستخدمها في المصنع ده، معروف مين الناس اللي هتشتغل في المصنع او اماكنهم موجوده فين. بس المكان ده متقسم، بس لا فيه ناس ولا فيه ماشينز. هل هينفع تعمل برودكشن؟ هل هينفع تعمل انتاج؟ هل المصنع ده هيطلع حاجه؟ لا مش هيطلع. طب هو المصنع ده كده محتاج ايه؟ محتاج يجيب ماشينز، محتاج اعين ناس تشتغل في المصنع وابتدي اطلع انتاج. فدي فكره الرياكت بيجي لك كده بيور، هو استراكشر مبنيه تمام وزي الفل. بس عشان تبتدي تطلعها برودكشن وتشتغل هتبتدي تحمل عليها بعض الباكجز، تفضل تظبطها في شويه حاجات كده عشان تقدر تعملها، تخليها برودكشن وتطلعها على سيرفر عشان فعلا ينفع تستخدم. تمام. فهي بتجيلك بيور، يعني بتدي للديفلوبر امكانيه الاختيار، اللي هو انت هتعمل واحد اتنين تلاته، او ادي الباكج قدامك بتاعه الرياكت، ابتدي بقى ظبط فيها اللي انت عايز تضيفه ضيفه فيها. طب الفريم ورك هو مصنع بس فيه الماشينز، فيه الناس، اتفضل ابتدي اشتغل. يعني هو برودكشن فريم ورك. لو كتبته كده نيكست جي اس فريم ورك، هو الرياكت. تمام، يعني هو الرياكت، بس عليه او مبني باستراكشر معينه، او في شويه حاجات بتخليك تبوست العمليه، في سبرنت في الموضوع. مثلا في من الحاجات اللي انت بتحملها على الرياكت اسمها راوترز. يعني ايه راوترز؟ يعني مثلا انا عندي صفحه دلوقتي على اليوتيوب مثلا. تمام. انا لو عايز اروح للجزء بتاع ثانية واحدة بس تلود. لو مثلا عايز اروح للجزء بتاع البودكاست، تمام، البودكاست ده يعتبر هو روت جديد. لو مثلا عايز اروح على الجزء بتاع ايه يا ربي، مثلا يور كورسز، الجزء اللي مكتوب هنا ده، فهو يعمل لي سلاش فيد كورسز. تمام. فدلوقتي عمل روت جديد او مسار جديد. انا في الاول كنت كده، تمام، يوتيوب دوت كوم على طول. رحت بعد كده على الجزء بتاع الكورسز، بقى في سلاش فيد سلاش كورسز. ثانية واحدة اضيف ده. فده يا شباب معنى كلمة الروت. من الحاجات اللي الرياكت مش مبنية عليها الروتس هي في الفكرة دي. يعني هي أول ما بتحمل رياكت ما فيهاش فكرة الروتس. عشان تبتدي تستعمل حوار الروتس وإن في سلاش وفي كذا، بتعمل إيه؟ بتضيف حاجة اسمها رياكت راوترز. طب مثلا عايز تتعامل مع الاي بي ايز، والله معاك البيلت ان فانكشن بتاعتك اللي هي بتاعت الاسync والاويت والحاجات دي، او الفيتش اي بي اي اللي موجودة في الجافا سكريبت. طب ممكن استخدم حاجه خارجيه زي الاكزيوس مش عارف ايه، فانت بتحمل باكجز. عايز مثلا تظبط السي او، تروح برضو محمل باكج للسي او. عايز مثلا تعمل شويه تظبيطات معينه، تحمل لها برضو باكج. النكست جي اس لا، هي جايه لك بده كله، عامله لك كل ده، اتفضل يا باشا ابتدي اشتغل. انا مظبطه لك السي او، مظبطه لك الروتس، عامله لك سينكرونايز في حاجات كتيره جدا، مظبطه لك البرفورمانس، عامله لك حاجات ممتازه في حته الاوثنتيكيشن والاوثرايزيشن. كمان رابطه لك الباك اند ان انت تقدر تبني على طول الروتس بتاعته، وتقدر تربط بالباك اند على طول، وتقدر تعمل كرييتنج الاي بي ايز جوه مشروع الفرونت. فبقى عندك المشروع كامل، اللي هو ابتدي يا باشا ابتدي اشتغل على طول. هو برودكشن فريم ورك بيخليك ان انت تنتج على طول، مش بيديك مساحه خد قرار. لا، انا بعمل لك كل حاجه وابتدي انت بس ركز على الكود. تمام. فدي في الفرق ما بين اللايبراري والفريم ورك بكل بساطه. اللايبراري دي حاجه كده بيور، حاجه خام، مش معموله لفكره البرودكشن على طول، لازم تاخد قرارات. والفريم ورك لا، انت كل حاجه مبنيه، هو مصنع متكامل متكامل يبتدي برودكشن. تمام. ده كان فكره الرياكت. طب فكره بقى المنتور شيب بتاعتنا ان شاء الله هتمشي ازاي؟ احنا هناخد تراك يا شباب اسمه الميرن ستاك. ليه خدنا الميرن ستاك؟ كل حرف من كلمه الميرن بتريفير لحاجه معينه. يعني الام مونجو داتابيز. ايه المونجو ده؟ انا ما سمعتهاش من اول السيشن. مونجو يا شباب، فاكرين الماي اس كيو ال اللي انا قلتها لكم في الاول في البدايه وعلى فكره في ناس بتستخدمها لحد دلوقتي ما فيهاش اي مشكله، لان هي تعاملها مع الداتا مختلف عن المونجو. بس من الحاجات المشهوره جدا كبدايه اول داتابيز ممكن تتعلمها هي المونجو. اسهل في طريقه التعلم عن الماي اس كيو ال. نوعها مختلف، يعني دي حاجه اسمها نون راشونال داتابيز. الماي اس كيو ال راشونال داتابيز، تعرف بعد كده ممكن تبحث عن الفرق ما بينهم. بس يعني الراشونال داتابيز زي الماي اس كيو ال والبوست كيو ار ال والحاجات دي، هي علاقيه، يعني فيها روز وفيها كولومز وفيها حوار كده، بس البرفورمانس بتاعها اعلى. بس معقده شويه في حده الدراسه، معقده شويه في حده كيرف التعليم. المونجو اسهل شويه. تمام. الاكسبريس هو فريم ورك، ده اللي ما اتكلمناش عنه لحد دلوقتي. الاي ده بتاع ايه؟
هو اكسبريس. ايه الاكسبريس ده؟ فريم ورك مبني على النود جي اس عشان يهندل لك الباك اند، عشان يبني لك اي بي ايز، عشان يعمل لك الداتابيز ومش عارف، هيظبط لك الدنيا. الار اللي هو الرياكت اللي اتكلمنا عنه، الفريم ورك، اللايبراري اللي بتخليك تقدر تعمل يو ايز وتحولها لكود وتبني بيها فرونت اند. النود جي اس هو بيئة التشغيل، ران تايم انفايرمنت. فده الفكر، تمام. اللي انت لو اتعلمت التراك ده انت هتكون فرونت اند وهتكون باك اند، يعني هتكون فول ستاك. ليه تكون باك فول ستاك دلوقتي؟ بص يا شباب، التقنيات بتاعت الاي اي والحاجات بتاعت الذكاء الصناعي يعني ارغمت العالم في الكام سنه اللي جايين دول. يعني اعتبر الحوار بقاله سنه، بس ابتدى هيبقى اكتر في السنين اللي جايه دي. ان زمان كان فكره الفول ستاك هو الاشهر، اللي هو انا مش بفصل لك الفرونت اند عن الباك اند، لا انا الشركه فانا عايز واحد فول ستاك، انا عايز واحد يشتغل في البروجكت كامل. ابتدى الحوار ينفصل بقى، فرونت اند لوحده وباك اند لوحده. الكلام ده مثلا امتى؟ 2012 لحد مثلا 2022 2023، او مثلا اخر كام سنه يعني، تمام. دلوقتي الدنيا ابتدت ترجع تاني، اللي هو لا ده في تراك كامل للفرونت والباك سوا مع بعض، مبنيين على نفس اللغه. بدل ما كنت تروح تتعلم جافا سكريبت عشان تبني فرونت اند، وتروح تتعلم باك اند عشان تتعلم بي اتش بي عشان تبني باك اند، لا انت بقيت تتعلم الجافا سكريبت تبني بيها فرونت اند بالرياكت، وتبني بيها باك اند بالنوت جي اس والاكسبريس. فالحوار بالنسبه لك بقى اسهل بكتير وبقى افضل بكتير. معايا ده ايه يا شباب؟ ماشي. معاكم يا شباب، خدنا بريك سريع كده، نرجع تاني. فده كان فكرة يا شباب الميرن ستاك، اللي انت بتتعلم الفرونت اند والباك اند من خلال لغة برمجة واحدة بس اللي هي الجافا سكريبت. سهل لك كيرف التعليم، خلى السنتكس بتاعك ما يكونش مختلف كتير، يعني انت بتبني فرونت اند وباك اند بنفس اللغة، تمام. فبس شوية حاجات بس بتعلمها، فرق ما بين الفرونت وما بين الباك، هتتعلمها مع الوقت مع كل فريم ورك او لايبرري انت بتدرسها. فالحوار بالنسبة لك كيرف التعليم بقى اقل، قدرتك على الاستيعاب بقت اعلى لان هي نفس اللغة. حتة الطلب بتاعك في سوق العمل بقى اكتر، لان انت بقيت فول ستاك، ما بقيتش فرونت او باك بس. حتى لو انت كملت في تراك واحد، يعني مثلا في ناس بتروح تكمل فرونت اند، في ناس بتروح تكمل باك اند، بس لما انت تتعلم الاتنين مع بعض كبداية، هيديك قدرة ان انت تكون فاهم الفرونت بيفكر ازاي لو انت شغال باك، او الباك بيفكر ازاي لو انت شغال فرونت. مفيش حاجة اسمها انا هتعلم فرونت بس وخلاص كده، لا بعد اذنك روح شوف شوية حاجات في الباك اند، اعرف الباك اند بيفكر ازاي عشان ما يحصلش اي كونفليكت بعد كده لما تشتغل في شركة. اغبى حاجة ان انت تتعلم حاجة وخلاص انا مش هتعلم حاجة تانية، لا بعد اذنك ابتدي اتعلم عشان انت تعرف اللي قدامك بيفكر ازاي. دي لغته، عارف لما تتكلم ينفع تتكلم مع واحد مثلا بيتكلم انجليزي ما بيعرفش غيرها، تقول له لا انا هكلمك بالعربي ولازم تفهمني؟ ما ينفعش. او العكس. فهو نفس الفكرة، لازم تعرف اللي قدامك بيفكر ازاي، حتى لو مش هتشتغل بيها اعرف ان هو بيفكر ازاي، عشان يبقى في كاليبريشن بينك وبينه وانت فاهمه. لو اتحطيت بعد كده في مشروع انك انت تبني الاتنين هيكون عندك فهم. الاي اي بعد كده هتساعدك، لكن فكرة انك تتعصب لمجال لا. يعني الميرن ستاك ممكن دلوقتي هو اشهر حاجة، ممكن مثلا بعد 15 سنة ولا بعد 10 سنين ولا بعد 5 سنين يظهر حاجة تاني تعلمها. فكرة انك انت تتحيز للغة لا، الجافا سكريبت دلوقتي في لغات افضل منها وفي لغات اقل منها، بس هي الاشهر خلاص انت هتتعلمها. ليه؟ انت دماغك اللي انت عايز تشتغل. فهو دلوقتي اكتر مجال مطلوب في الشغل هو الميرن ستاك. عشان اتعلمه هتعلم واحد اتنين تلاتة منهم لغة الجافا سكريبت فهتعلمها. في المستقبل ممكن يطلب مني ان انا اعرف مثلا لغات تانية، ممكن اعرف بي اتش بي ورافل او مثلا مع المكتبة بتاعتها يعني، او ممكن مثلا اعرف بن، او ممكن اعرف جو، او اعرف مثلا لغات تانية هتفيدني في شغلي، ليه ما اتعلمهاش؟ فما تتعصبوش للغة، انت دلوقتي في المجال ده كلنا عارفين عشان الشغل. ففكرة انك انت
اتعصب للغة ما ينفعش، اتعصب لمجال ما ينفعش. لا الفرونت اند اقل من الباك ولا الباك اقل من الفرونت، هما الاتنين بيكملوا بعض، والافضل اللي يجمع ما بينهم. تمام، انت تكون الاتنين، بس تفضيلاتك الشخصية خليها لشخصك. تمام، ما تقولش اللي هو انا فرونت وماليش دعوة بالباك، لا انت ليك، والباك لا انت ليك برضو معاك في الفرونت. لازم الاتنين يبقوا مع بعض. مع التقنيات بتاعة ال AI شركات كتيرة ابتدت تستغنى عن الناس. ليه؟ لأن الناس اللي كان مثلا بيشتغلوا 10 بقى يقدر يقوم بهم 2 3 سينيورز فاهمين في الدنيا ماشية ازاي، فاهمين في الفرونت وفاهمين في الباك، ويقدروا يهندلوا الدنيا من خلال ال AI، لأنهم فاهمين الستراكشر تبقى ماشية ازاي. أنا عايزك الشخص ده، عايزك أنت تكون فاهم الدنيا ماشية ازاي. لما تدخل في مشاريع فول ستاك أفضل ما تشتغل طول عمرك فرونت. لما تشتغل في مشاريع فول ستاك أفضل بكتير من إنك تشتغل باك إند طول عمرك. فهو ده اللي هيفيدك، ده اللي هيديك الخبرة إنك تختلط بالجزئين. تعمل مشاريع في الاتنين، حتى لو انت عايز تكمل يبقى بنسبة. يعني مثلا متحيز اللغة دي، او انا بحب الفرونت اكتر من الباك مثلا، من 70 80 70 20 70 30 او 80 20 وهكذا، او العكس. فدي لازم تبقى عقليتك، حتة التحيز لحاجة حوشها من دماغك لو انت عايز تنجح في المجال ده. تمام. تعالى يا شباب، ابتداء من النقطة دي هنبتدي نقترح ايه الكورسات اللي انت ان شاء الله المفروض تذاكر منها، والخطة بتاعتها هتكون ماشية ازاي. قبلها عايز اسمع، هو خلاص يا شباب يعني لو ما تقلقوش، هو السيشن بتاعتنا ابتدت يعني قربت تخلص، فما تقلقوش يعني مش هتأخر كتير. بس لو في أي حد عنده سؤال برضه هوقف دلوقتي، لو أي حد عنده سؤال يتفضل. كلكم فاهمين يا شباب؟ يا رب طبعا، يا رب يكون كلكم فاهمين، بس بجد يعني لو في أي حد عنده أي سؤال يتفضل. اتفضل يعني. في حد عامل لايك باين ولا رافع ايده؟ انتوا موجودين طيب ولا ايه؟ الشباب دي مش محاضرة ايوه يا باشمهندس. ايوه ايوه، مع حضرتك يا باشمهندس. دي بس يعني كله تمام. تمام. بس دي مش محاضرة في الجامعة اللي هو كل واحد قلقان إنه يتكلم، لأ إحنا رايحين على حاجة عايزين نشتغل. يعني عادي، اللي عايز يتكلم يتكلم. لا لا، الدنيا واضحة الحمد لله لحد دلوقتي. جميل جدا. يلا نكمل إن شاء الله. اعمل ميوت بس يا محمد استأذنك. حبيبي تسلم. هنروح يا شباب على فكرة الكورسات إن شاء الله. بص يا شباب، إحنا هيبقى عندنا خليط ما بين الكورسات سواء عربية أو إنجليزية. أفضل كورسات باللغة العربية تتعلم منها الفرونت إند أو البيور بتاعة الفرونت إند، يعني HTML CSS جافا سكريبت، من وجهة نظري واللي أنا شفته، هي الكورسات بتاع باشمهندس أسامة الزيرو اللي موجودة على القناة بتاعته وبتاعة اليوتيوب. أفضل كورسات أنا ممكن تتعلم منها ال HTML وال CSS والجافا سكريبت. دي نقطة. النقطة التانية اللي أنا بفضل منها، لأن هتبقى مربوطة بكتب أنا هبعتها لكم. تمام، فيها الكورس كامل مكتوب documentation. يعني كمثال مثلا، لو كده مثلا ده الكورس الكامل بتاع ال HTML 50 صفحة. أغلب الناس اللي بتروح تبدأ في كورسات يا شباب بالفيديوهات مش بيكملوها. يعني لو أنا ذاكرت أول تاني تالت فيديو 4 فيديوهات، أجي اليوم التاني أكسل أو أجي بعد أسبوع أكسل، وده بيحصل مع كتير مننا. يبدأ الكورس شهر 2 حماسه يروح، هو غالبا ما بيكملش الشهر. الاتنشن سبان بتاعت الناس قلت جدا. زمان كان عادي إنك تسمع فيديوهات طويلة، دلوقتي التيك توك والانستجرام والحاجات دي ضيعت الاتنشن. فحاجة زي الدوكيومنتيشن هو الحاجة اللي هيبقى عليها الرق، الحاجة اللي انت لو ذاكرت منها هتعرف تركز. الفيديوهات هتحس اللي هو ايه ده الفيديو مثلا الكورس مثلا بتاع الجافا سكريبت 180 فيديو، هذاكر 180 فيديو؟ انا هذاكر لي كام فيديو مثلا صغيرين وخلصنا على كده. ففكرة الكتب يا شباب افضل بكتير. تمام، وده اللي انت هتركز منه بعد كده في الشركات. لو مثلا يبقى في تقنية جديدة عايزين تتعاملوا معاها، مش هيقولك روح خد عنها كورس، لا انت والله انت قدامك ديدلاين يومين او 3 ايام، بعد اذنك روح اقرا عنها الدوكيومنتيشن شوف بتتعمل ازاي وابتدي نفذ. تمام. لكن فكرة الكورسات واسيبك في كورس مثلا ضخم وبتاع واديك وقت، مش بيحصل في الشركات، وصعب جدا. بيبقى فيه جزء
انك انت تتعلم فيه، بس ده مش في كل الشركات وصعب جدا انك انت تحصل عليه، وغالبا هيبقى وقتك ضيق فالفترة دي ان انت تركز على فكرة الدوكيومنتيشن او الكتب افضل بكتير جدا. تعالوا مثلا نروح على كتاب زي السي اس اس، نفس الفكرة، هو 220 صفحة في السي اس اس كاملة. على الجافا سكريبت متقسم على كتابين، واحد 350 صفحة، 280 صفحة، الاتنين تقريبا 600 وحاجة. من كل الكورسات مثلا مثلا لو مثلا عايزين نعرف الفاريبلز، هتدوس على الدرس هيجيبوه لك، هيشرحه لك بالكامل وباللهجة المصرية عادي بتاعتنا، وجايب لك أمثلة على الأكواد. فجزاه الله خير برضه اللي عمل الكتاب ده، يعني أنا بشوف اللينكات بتاعته مش لاقيها، فأتمنى في يوم من الأيام اللي أنا أقابله أو أشوفه بصراحة أشكره على حاجة زي دي. فجزاه الله يعني خير. في ناس كتيرة من اللي بتاخد معايا منتورشيب برايفت يا شباب، فرقها عن هنا اللي أنا بتابع معاه بشكل شخصي، وبيبقى هو بس في السيشن يعني، تمام. وبديله التاسكات بتاعته بشكل شخصي وبراجع عليه التاسك بتاعه كل مرة، تمام. بعكس مثلا الجروبس مش هينفع اراجع كل التاسكات، ممكن اراجع بتاع اول واحد بس يبعت لي، وشوية كده فروقات بسيطة ممكن نبقى نقولها ان شاء الله في الجروب بتاعنا. بس ده مش موضوعنا، بس موضوعنا دلوقتي يا شباب فكرة الكتب هي أهم حاجة هنتعلم منها إن شاء الله. لأن لما أنا هاجي أديك مثلا تاسك أسبوع، هقول لك ذاكر من الدرس الفلاني للدرس الفلاني وابتدي طبق التاسك ده عليهم، تمام. فده هيبقى شكل تاسكاتنا بعد كده، ذاكر من الدرس كذا للدرس كذا وابتدي اعمل التاسك واحد اتنين تلاتة على دول، فده التاسك بتاعك بتاع خلال الأسبوع ده. وقفت منك حاجة روح ذاكرها من الفيديوهات، لكن تبدأ بالدوكيومنتيشن، تبدأ بالبي دي اف، ما تبدأش بالفيديوهات. ابدأ بالدوكيومنتيشن، تمام. بعدها ابدأ بالدوكيومنتيشن، ما تبدأش بالفيديوهات. ده بالنسبة للحاجات الأساسية. لو هنروح مثلا للرياكت، في يا شباب الكورس بتاع البرو كود اللي هو القناة بتاعت اليوتيوب، أو الكورس بتاع جوناس اللي هو موجود على يوديمي. دول من أفضل الكورسات اللي موجودة، سواء ده المجاني أو ده المدفوع. قدرت تاخد بتاع يوديمي تمام، قدرت تاخد ده برضو تمام. ولما نوصل لها هنشوف الكل هيقدر على ايه وهنتابع على اساسه. الحاجات دي في حاجات كتير انا شرحتها لكم، من الريدكس والتيلويند والحاجات دي مكتبات برضو بتضاف، من خلالها بقدر ابني اليو اي بتاعتي بشكل كويس. النكست جي اس قلتها لكم في البدايه بتاعه الشرح بتاعي، تمام. دي الكورسات بتاعه النكست جي اس، حاطط لكم اللينك بتاعتها مجاني، والدوكيومنتيشن وده اللي احنا هنركز عليه برضو. النود جي اس والاكسبريس والمونجو شرحتها لكم. النود جي اس ران تايم انفايرمنت، الاكسبريس ده فريم ورك لبناء الباك اند، المونجو دي داتابيز، تمام. الباك اند كورسز هتلاقيني ضايف لك كل الكورسات اللي ممكن تتعلم منها، تمام. فدي يا شباب الرود ماب بتاعتنا ان شاء الله، هتابع معاكم بشكل اسبوعي. الشباب اللي سواء انت بدات في اتش تي ام ال سي اس اس جافا سكريبت قبل كده او ما بداتش، التاسك بتاعك يا شباب خلال الاسبوع ده هو التمبلت رقم واحد في القناه بتاعت الزيرو، اللي هو بتاع ال HTML و CSS. عايزين نطبق كام تطبيق عشان ال CSS بتاعتنا تكون كويسة، بعد كده ندخل على الجافا سكريبت. دخلنا على الجافا سكريبت ايه اللي هيحصل بعدها؟ نعمل لكم 22 تاسك على الكورس كامل، تمام. في كل حاجة ممكن تتخيلوها موجودة في الكورس، تمام، من الدرس الأول للدرس الأخير. أنا هشرحها لكم بنفسي، وهدخل معاكم سيشن إن شاء الله بشكل أسبوعي، هشرح معاكم التاسكات دي وهشرحها لكم انا بنفسي، تمام. فهيبقى ساعتها جزء بتاع الكورسات او جزء بتاع الدروس اقول لكم ذاكروه من البي دي اف، بعدها هديكوا بريف لتاسك تبتدوا تعملوه. هنيجي الاسبوع اللي بعده هنراجع التاسك ده مع بعض وهشرحه ليكوا ككود اللي هو اتعمل ازاي، وافتح معاكم فيجوال ستوديو كود واشتغل معاكم عملي ان شاء الله. فده الفكره بتاعت الجافا سكريبت ان شاء الله. فدلوقتي التاسك بتاعكم لو انتوا بتكتبوا نوتس ورايا، التمبلت رقم واحد بتاع الزيرو هلاقيه فين؟ هتلاقيه هنا اهو. هتروح في الجزء ده في الرود ماب اللي انا هبعتها، تدخل على البلاي ليست اللي موجودة هنا، تاخد اللي هو التمبلت رقم واحد. التمبلت رقم واحد تقريبا هو ساعة ونص أو ساعتين، هو ده اللي مطلوب منك. بعد ما هتعمل له كود هتعمل فيه ايه؟ هتبع لو انت بتعرف تتعامل مع الجيت هاب ارفعه للجيت هاب، وابعت لي لينك. ما مش بتعرف تتعامل مع الجيت هاب، ان شاء الله هنعرف عنه شوية اساسيات في الميت الجاي. بس تعملوا ملف مضغوط وتبعتوه على الواتساب او تبعته على الجروب. اول واحد هيبعت المشروع هو ده اللي ان شاء الله السيشن الجايه هنبتدي نراجع البروجكت بتاعه مع بعض، نقول له ايه الاخطاء ممكن اللي اخطأ فيها او ايه الحاجات اللي ممكن يحسنها. غير ان لو اي حد عايز اسئله او كده يبعت على الجروب هنجاوب عليه ان شاء الله مع بعض، تمام يا شباب.
ولما ندخل في جافا سكريبت هيكون الشغل التقيل بقى، اللي هو فكره التاسكات اللي هيكون موجوده، الشغل بتاع اللوجيك، وده اللي هنركز عليه جدا، وعايزين ان شاء الله نعمل فيه مجهود كويس عشان لما ندخل على الرياكت وندخل على الفريم وركس وندخل الحاجات دي يبقى في مساحه كبيره ان انت فعلا تكون مؤسس صح. غير ان شاء الله هيكون في النص كده جزء خاص بالالجوريزم وده ستراكشر لما نوصل ان شاء الله للباك اند، بس دي هتبقى يعني جزئيه هتبقى متشاله للاخر خالص. مش هنحتاجها أوي في الفرونت اند، ممكن نحتاج الديزاين باترن والسوليد برنسبل في الفرونت اند بس لما ندخل في الرياكت ان شاء الله او قبلها بشويه. تمام يا شباب، فدي السيشن بتاعتنا ان شاء الله. ميعادنا السيشن رقم 2، انا كنت اديت السيشن دي قبل كده. تمام، فالسيشن رقم 2 هي يوم السبت الجاي ان شاء الله الساعه 9 برضه، هبعت اللينك بتاعها برضه على الجروب بتاعنا وعلى الجروب اللي موجود في اللي هو السبيس كوت اللي هو الكبير اللي هو اللي فيه 1000 وشويه، او على الجروب التاني. فدلوقتي السيشن بتاعتنا الحمد لله خلصت، لو في اي حد عنده اسئله قبل ما نقفل يتفضل. تمام. كنت أقول لحضرتك يا هندسة، أنا بالنسبة لي أنا كنت بدأت في كورس، وزي ما أنت قلت كده بنبدأ ومحضرش وأبدأ. أنا شغال، أنا متخرج من اتصالات، وكنت اشتغلت شوية في 2 جي و 3 جي للموبايل باكج تبع أبراج الموبايل وكده. فجيت الفترة دي حاولت إن أنا أذاكر كذا مرة، أذاكر HTML أو CSS، وألاقي نفسي وقفت، وأرجع تاني آخد بوت ستراب وأقف تاني أبدأ في الجي اس وما أكملش. فهل أنا لما أتابع مع حضرتك الأفضل يكون مثلا لو هبقى برايفت، هيكون أفضل ليا نعرف نحط رود ماب بوقت معين، خاصة إن أنا بتلخم أوقات كتير، بقعد أوقات كتير مذاكرش يعني أنا مش إنسان منتظم على المذاكرة بشكل عام. طب بص يا محمد، انت ان شاء الله يعني لو انت عايز حاجه مخصصه ليك انت بس او هتابع معاك بشكل شخصي، تمام تقدر تبعت لي وان شاء الله نظبطها سوا. بس انا يعني ممكن الكلام ده مش كتير هيقوله، بس عشان ما تبقاش التكلفه عليك كتيره استنى اول 2 سيشن. لما تشوف مستواك في الاول ولقيت نفسك انت المستوى بتاعك تمام، اما السيشنز الجماعيه دي هتبقى اوفر ليك بكتير. ما قدرتش والدنيا معاك صعبه او ابعت لي وما تشيلش اي هم. طيب خليني أبعت لك على البرايفت ونحدد مع بعض. مفيش مشكله. يعني أنت تقول لي نعمل إيه، يعني مش شرط يعني نكمل برايفت ولا نكمل هنا. مفيش مشكله. ماشي يا هندسة، مش تسلم. جزاك الله خير. امين يا رب. جميل، اتفضل يعني. بقول لك يا باشمهندس، لو حد لسه أول مرة يتعرض للبرمجة، هل يفضل مثلا ممكن يبقى يدخل في التراك على طول ويهمل موضوع الأساسيات ده، ولا بص، يعني إيه رأي حضرتك؟ انا فاهم سؤالك، لو هتبقى اروح للسي بلس بلس واتعلم فيها ولا كده ولا لا. بص، هو اللي بيبقى داخل المنتورشيب دي بالذات بتاعت الميرن ستاك هو عايز يشتغل، آه. فانك انت تكون عايز تشتغل هتروح تتعلم لغه مش لغه اللي انت بتاعت التراك بتاعك زي السي بلس بلس هتضيع فيها وقت. طب الافضل ان انا مثلا اتعلم التراك ده وبعد كده ادرس الالجوريزم وده الستراكشر والديزاين باترن والسوليد برنسبل اللي هي الاساسيات بتاعتنا. ده من وجهه نظري ده. تمام، يبقى انت خدت اساسيات التراك نفسه، اساسيات المجال ده اللي هو بتاع اساسيات الويب. ايه اساسيات الويب؟ HTML CSS جافا سكريبت. اساسيات البروجرامنج تفهم ايه الفانكشنز، تفهم ايه اللي هو الاو بي، تفهم شويه حاجات في الالجوريزم، شويه حاجات في الاستراكشر الاساسيات بتاعتها، ايه هي الداتا سيت، ايه انواع الداتا بتاعتها. فده ممكن يعني هناخده بس بعد ما نخلص جزء الفرونت اند ونعديه بشويه. انت مش هتكون محتاج لكل ده، يعني فعلا فكره الالجوريزم والاستراكشر الحاجات دي كبدايه انت مش محتاجها، محتاجها تطبقها بعد ما تتعلم الجزئيات دي، فتتعلمها للويب، تتعلمها على الفرونت، تتعلمها على الباك، تعرف ازاي تستغل مثلا الالجوريزم المعينه دي، ازاي تستغل مثلا ده ستراكشر، ازاي تستغل مثلا سيرو برنسبل او ديزاين باترن او الحاجات دي انا بشرحها وبعملها على لينكدين مجاني على فكره. فانا مش هبخل عليكم فيها وهبعتها لكم ان شاء الله.
فما تقلقش منها يعني. بس هو اساسيات الويب HTML CSS جافا سكريبت. الجوريزم ده ستراكشر الحاجات دي لما ان شاء الله لما نروح للباك الحاجات دي محتاجينها تمام. فما تقلقش يعني. تمام، عادي يعني تبدا. البداية كده اللي هو لو حد لسه هيبدأ خالص الدخلة كده مش غلط يعني، لا إن الواحد يدخل على طول في ال HTML و CSS من غير ما لا يكون عنده لا مش خلفية غلط كويسة. بالظبط. هو غالبا اللي بيقول لك غلط بيبقى مش عايز يدخل في نقاش، مش عايز اللي هو يوجع دماغه اللي هو ده انتوا هندخل بقى في جو المقارنات وجو الفيديوهات بتاعت المناظرات ومش عارف ايه والجو ده اللي منتشر دلوقتي. لا، انت شايف الطريق صح امشي فيه. انا واحد من الناس مثلا بدات 2015 2014 اتعلمت HTML و CSS، وبعد كده لما دخلت الكليه واتعلمت الجوريزم واتعلمت ستراكشر واتعلمت كذا ابتديت اطبقها على المجال بتاعي. فرقت معايا فرقتش ما فرقتش يعني اللي هو ايه اللي انا يعني دخلت فيها واتعلمتها عادي يعني ما بقتش مشكله بالنسبه لي. اتعلمت C++، دخلت في لغات كتيره. فمش معضله طالما انت عايز تشتغل. كل حاجه انت بايدك هتعملها فاهمني يعني ما تشيلش يعني. تمام، فاضل. شكرا يا باشمهندس. شكرا لله. فاضل تقريبا 5 دقايق، لو اي حد عنده سؤال تاني يتفضل. هو فاضل 5 دقايق في السيشن يعني وتقفل. السلام عليكم. هو أنا أها. مش هسأل سؤال، بس أنا هأكد على فكرة حضرتك. يعني أنا درست في البداية فعلا سي بلس بلس وداتا ستراكشر وكده، بس ما فهمتش الحاجات دي، ولا فهمت ازاي ممكن أطبقها غير لما اتعرضت لفكرة المشاريع الحقيقية. يعني إن أنا ازاي أصلا أعرف أستخدم الحاجة دي. فكون إن أنت تدرس الفريم ورك نفسه، أو تبدأ تعمل ويب سايت في الأول، ده أهم من إن أنت تعرف الأساسيات الأول، خصوصا لو أنت مش هتعرف تربطها. بالظبط. فبس كنت عاوزة أضيف الحتة دي، لأن يعني دي من تجربة عملية ليا أنا. فهو الكلام الباشمهندس مظبوط جدا. تمام شكرا نجلاء. في اي حد عنده اسئله يا شباب تاني؟